سلام للجميع. واليوم لقاء خاص مع ريبر لحاله. ريبر بده قعدة لحاله، دائما بده قعدة لحاله. موضوع تحياتي. قسد والكرد موضوع معقد جدا، لدرجة انه نحن ما فينا نحطه مع اي موضوع ثاني يعني. بالمناسبة يا ريبر، نحن كان دائما بالقناة يعني يحتجوا كان الشباب، يا اخي جيب حدا من الكرد، ليش ما معكم حدا كردي؟ طب اوكي طلبكم بنلاقي حدا كردي. فالموضوع الكردي دائما معقد جدا الحقيقة يعني. اليوم الاتفاق اللي صار، آخر اتفاق بين قسد وحكومة دمشق، طبعا أقاويل وتخوين وما بعرف شو كالعادة، وشيلوا حطوا قصص مما فتحوا رزق يعني مثل ما بقولوا. ولكن نحن بنعتبر على تحليلك وقناعاتك، لأنه عنا ثقة على الأقل بحياديتك بشأن الوضع الكردي الداخلي يعني. فأنا بترك لك المايك، تبلش من عندك بقى. تمام. alright، تفضل. أول شيء تحياتي لك ول متابعين منصتك. هي بالفعل منصة يعني آه، مهمة ومطلوبة بهذا الوقت الراهن، بهذا الوقت اللي متفشي فيه خطاب الكراهية على كل الأصعدة وكل الأطراف. ومن شدة تأثيرات الخطاب العاطفي اللي عم نشوفها بالساحة السورية، ما عاد نشوف لا منطق لا موضوعية لا حيادية. حاول قدر الإمكان، مو كمنطلق إنسان كردي أحكي معك، كمنطلق إنسان يعني محايد عم بيشوف الأوضاع وبيحاول يقدم صورة متوازنة حتى المتابع يستفيد. لأنه المتابع بالفعل مل من الخطاب العاطفي، مل من هذا التجيش، بده شيء جديد، بده شيء بالفعل يوثق فيه ويعتمد عليه، أو يكون أساس أنه يبني رأي حقيقي، مو رأي زائف أو رأي عاطفي. هذا الإطار العام للاتفاق اللي كان ب 29 يناير كان على مبدأ وقف إطلاق النار بشكل شامل، ودمج تدريجي لقسد في مؤسسات الدولة عسكريا وأمنيا وإداريا، ودخول قوات وزارة الداخلية للحسكة والقامشلي، وإعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، أو نحن ككرد نسميها غربي كردستان، وعودة نازحين وإدارة مشتركة للملفات الأمنية والاقتصادية. الذي تم تنفيذه على الأرض الواقع حاليا عسكريا أمنيا. جرت انسحابات متبادلة من خطوط التماس في محيط الحسكة، وبدأ إعادة التموضع من قبل قوات سوريا الديمقراطية داخل مناطق محددة بدل الانتشار السابق. ودخلت بعض قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة للحسكة والقامشلي أي المربع الأمني، وانسحاب القوات الحكومية من بعض النقاط الجنوبية باتجاه الشبابي. ومن الناحية الإدارية تم فتح مسار دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، تشكيل لجان مشتركة لدمج الأجهزة الأمنية، وتعيينات رمزية ضمن إطار التفاهم. وعسكريا تم تطبيق خطة لدمج وحدات قسد ضمن تشكيلات الجيش على شكل ألوية داخل فرقة عسكرية في الحسكة وحلب. وتقديرات تشير إلى أن هذا الدمج بدأ جزئيا ولا يعتبر تفكيكا كاملا لقوات سوريا الديمقراطية. من ناحية تم استمرار حتى الآن، هناك استمرار في وقف إطلاق النار بشكل عام، لم ينهار وقف إطلاق النار حتى الآن، وثمة قنوات تنسيق عسكري مباشر بين الطرفين. وهناك أيضا دخول لمؤسسات الدولة إلى المدن الرئيسة في شمال شرق سوريا، وتم قبول مبدئيا بمبدأ الدمج بدل الانفصال المؤسسي. طبعا ثمة نقاط لا تزال متعثرة، موضوع تأخير واضح في تنفيذ دمج القوات بشكل كامل، وثمة ملفات غاية في الحساسية لم تحل بعد، مثل موضوع سجون داعش، ومثل موضوع حقول النفط،
وكذلك المعابر الحدودية. وهناك هذا الخلاف القديم الجديد حول موضوع الاندماج. في عقلية أزلام القاعدة لا يوجد شيء اسمه اندماج، هناك دمج على شكل فردي تؤيده تركيا، وتحاول تركيا بين فترة وأخرى من خلال تلك الزيارات الاستخباراتية لدمشق أن تراقب وتحدث نوع من الوصاية المقيتة لدمشق من أجل أن تضمن عدم حصول الكرد على أي مكسب سياسي. بمعنى الوضع الذي في شمال كردستان في تركيا هو ذاته يجب أن يكون في وضع في غرب كردستان، مع العلم ثمة بون، ثمة فارق، وثمة اختلاف في الجغرافيا، وثمة حقيقة تتغاضى عنها تركيا أنها حين إنها تتدخل في دولة اسمها سوريا بمعزل عن أي شيء آخر، لكن تركيا الآن تنظر إلى سوريا على أنها محمية أو مستعمرة خاصة بها. وهناك طبعا توتر سياسي حول شكل الحكم. نحن نريد اللامركزية وهم يريدون الحكم مركزيا، وهذا التصادم وهذه النقاط المتعثرة حتى الآن بمثابة ألغام موقوتة على وشك الانفجار في أي لحظة ما لم يتم حل هذه الملفات بسرعة قصوى وبتدخل خارجي، ربما فرنسي، ربما أمريكي. لكن على الصعيد المحلي عدم التوصل إلى تسوية بخصوص هذه الملفات يعني عودة الحرب، وهذا ما لا نأمل طبعا. الأسرى لم يتم تسليم الأسرى كلهم. هم يريدون القصر العدلي في الحسكة، ويريدون استقدام البعثيين السابقين الذين كانوا يعملون هناك في الحسكة قبل 2011، وكانوا هؤلاء الأشخاص يرتكبون المظالم بحق المواطنين الكرد. يريدون إعادتهم إلى وظائفهم في الحسكة. ما معنى أن تقوم بمحاكمة ما يسمى فلول النظام في دمشق وحولها، وتريد في الآن ذاته تريد باستقدام موظفي هؤلاء الذين تسميهم فلول النظام إلى الحسكة وإلى القامش ليتصدروا المشهد؟ ما هذا التناقض؟ يتم محاكمة ما يسمى أمجد يوسف هناك، ويتم إعادة أمثال أمجد اليوسف ليحكموا في شمال شرق سوريا أو غرب كردستان. يعني هذه الألاعيب لا تنطري على الشارع الكردي أو الشارع السوري بمتنوريه ومراقبيه، إلى أنه تحدث سلسلة من العثرات تعيق تقدم أو تحول من أن تتقدم المفاوضات باتجاه الأفضل. الوضع الميداني الحالي حتى لغاية هذا التاريخ لا يوجد قتال واسع النطاق. الوضع أقرب إلى هدنة مسلحة مع تنفيذ تدريجي، وخطوط التماس أصبحت أقل اشتباكا لكنها لم تنهي بالكامل، وهناك إعادة توزيع القوات بدلا من الانسحاب الكامل. الاتفاق نستطيع أن نقول عنه أنه قيد التنفيذ والجمود في نفس الوقت. تم إنجاز بعض من الإشكاليات، لكن بعض من العثرات أو الملفات الأخرى لا تزال عالقة حتى الآن. الدمج العسكري لم يتم بعد، النفط لم يتم تسويته، الإدارة السياسية أيضا لا تزال عالقة. إذن هذا الاستقرار هو استقرار هش قائم على تفاهمات جزئية، ولا توجد حتى الآن تسوية نهائية في هذا الملف. نعم. طيب، على أي أساس لكان صار الاجتماع الأخير أو ما سمي بالاتفاق الأخير؟
إذا كان هالقضايا العالقة، وهي طبعا قضايا يعني قضايا أساسية وجوهرية لا نقاش فيها. يعني طبعا أنت نسيت شغلي، موضوع القوات النسائية عند الكرد عند قسد، يعني مشكلة كبيرة. أنا توقعتك أنك ما تنساها، أنه هاي مشكلة كبيرة، أنه كيف نسوان حاملين سلاح يعني. هاي بالنسبة لهم يعني هاي من المحرمات. يعني أنت عم تحكي على اتفاق بين الكرد، نساء حاملين سلاح وبيقاتلوا مثلهم مثل الرجال يعني، وفي منهم ضباط، وعم بدهم يجوا يندمجوا مع داعش. يعني أنا ما بعرف كيف هاي بدها تصير. فهلا نحن إذا اجينا، إذا كان في اتفاق فعلا هلا صاير، وفعلا انه لما مظلوم عبدي والهام احمد بيروحوا على دمشق ويعلن عن وجود نوع من الاتفاق، اتفاق على شو؟ اذا كانت كل هالخلافات موجوده، هل اتفقوا انه ما يتفقوا؟ أعتقد أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا. هم بانتظار المفاجآت، هم بانتظار مخرجات قانون لينسي جراهام بخصوص حماية الكرد. هم لا نزال نعول على الحماية الفرنسية، لا نزال نعول على بعض أصدقائنا داخل الكونغرس ومؤسسات الدولة الأمريكية، لا نزال نعول على موت ترامب مثلا. محاولة صار خامس مرة يتم تعرض لاغتيال ولا تنجح عملية الاغتيال، 7 وهذا أرواح. محدث. هذا بسبع أرواح يا رجل، هذا نعم. ما بيموت هذا. بالفعل يعني بالنسبة لنا نحن الحلقة الأضعف حاليا في هذا الموضوع. يعني النظام القاعدة في دمشق على الرغم من أنه يرتكب جهارا نهارا الموبقات، الانتهاكات لحق المسيحيين قبل غيره. مثلا المسيحيين باعتبار أوروبا، الأوروبيين يدعون أنهم أن قلبهم على الأقلية المسيحية كونها تشترك معهم في الدين، إلا أنهم حتى الآن يرون كل شيء ويغضون أبصارهم. يريدون حل ملفاتهم الخارجية على حساب السوريين، وعلى حساب الدم السوري، وعلى حساب مستقبل هذه الدولة. لا توجد حتى الآن مصادر موثوقة علنية مستقلة تؤكد وجود اتفاق مفصل معلن. لا يوجد حتى الآن. هناك تفاصيل مطروحة، ولا يوجد تأكيد دولي واضح على اتفاق شامل. ما يمكن اعتباره واقعيا جزئيا أنه هناك اشتباكات تم وقفها، كانت ثمة اشتباكات ضارية تم وقفها، وهناك تفاهمات أمنية غير معلنة بالكامل، وهناك قنوات تواصل مستمرة ذهاب وإياب. وكما قلت أن ملف قوات حماية المرأة هو بمثابة اختبار لهذه الحكومة، يظهر مدى انفتاحها أو انغلاقها. هذا الملف يتم استخدامه لإحراج هذه الحكومة، أو لبيان للعالم أن هذه الحكومة ضد النساء، ضد حقوق المرأة. هي نسخة محدثة عن حكومة القاعدة التي تحكم أفغانستان وتحكم مالي وأخيرا تحكم في سوريا. بخصوص الانسحابات وإعادة تموضع عمليات تغيير تموضع القوات في مناطق مثل الحسكة وقامشلو تحدث عادة ضمن تفاهمات ميدانية مؤقتة أو ضغط أمني أو لوجستي، لكن لا توجد حتى الآن أي بيانات مؤكدة على وجود انسحاب متبادل شامل ومنظم، أو لا توجد خطة واضحة، خطة اتفاق واضحة بين الطرفين. بمعنى آخر، لا يوجد أي إعلان رسمي عن دمج مؤسساتي مكتمل لقسد داخل هذا الجيش، ولا توجد هناك حديث عن تشكيل ألوية، لكن هذا يبقى ضمن حدود التسريبات أو التصورات السياسية. نموذج الدمج إن حصل ما زال محل تفاوض وليس تنفيذ. ملفات النفط ما تزال هناك نقاط خلاف أساسية حول موضوع إدارة النفط والسجون والمعابر. لم تسجل أي تسوية نهائية أو إدارة مشتركة مستقرة، وتدار بشكل عمل عرض أو أكثر من كونها منظمة باتفاق شامل. والموضوع الأهم الذي يطفو الآن على سطح التصريح الأخير من قبل مجلس سوريا الديمقراطي، نعم، عاد موضوع اللامركزية
والحكم الذاتي في الواجهة، بمعنى أنه لا حل لقسد، ويجب أن تعتبر حرس حدود على غرار البيشمركة في كردستان العراق. وأيضا موضوع الإدارة الذاتية، ينبغي الحفاظ على تلك المؤسسات التي بنيت بفضل تضحيات ومقاومة الشهداء. هذه المكتسبات هي خط أحمر بالنسبة للكرد. مهما جرى قلب التسميات أو إعادة التسميات، فإن موضوع الإدارة الذاتية وموضوع قوات سوريا الديمقراطية هو موضوع غير قابل للنقاش. وإن بدا من حيث الاتفاق أن التسمية سوف تزال عن الإدارة الذاتية أو عن هذه القوات وتسمى تدخل بمسمى آخر، ولكن الواقع المحتوى يبقى كما هو، وهذا بتأييد شعبي منقطع النظير. بخصوص الدور الإقليمي، كما نرى أن تركيا لها تأثير قوي على مسار الملف السوري. التدخلات السياسية الأمنية غير المباشرة التي شكلت بمثابة وصاية يعاني منها السوريون بمختلف ألوانهم وأطيافهم. طبعا رغم أن موضوع الوصاية هو يعتبر بالنسبة للكثير أو للجهات غير المنحازة وعبارة عن توصيف سياسي، لكنه في الحقيقة يعتبر واقعا. واقع الأمر أننا تحت الانتداب التركي. الإسرائيليون مشغولون الآن بملف إيران، وكذلك الأمريكان أيضا. ما لم يحل الوضع الإيراني فإنهم لن يلتفتوا بسهولة للوضع السوري أو نعم، إسرائيل وعلى لسان نتنياهو قال أننا نريد أننا بالفعل نغير وجه الشرق الأوسط والبداية من إيران، بمعنى أنهم لن يتوقفوا طبعا عند حدود إيران. تركيا هي الهدف التالي بعد إيران. نعم. طيب، هل يراهن الكرد على نتيجة الحرب مع إيران؟ هل في رهان على هاي المسألة؟ وشو دور الكرد الإيرانيين بهالحرب هذا؟ هل في اتصال؟ هل في تنسيق؟ نعم، بلا شك أن الوضع الكردي متصل ببعضه البعض، سواء في إيران، سواء في تركيا، سواء في سوريا، سواء في العراق. ما يحدث الآن في الجبهة الإيرانية له تأثيرات وأبعاد على المنطقة ككل وعلى الكرد بشكل خاص. الصراع مع إيران ليست حربا منتهية أو محسومة، بل هي نزاع طويل منخفض إلى متوسط الشدة. يعتمد هذا النزاع على مدى فعالية الضربات الموجهة للمواقع الإيرانية، سواء في سوريا أو في العراق أو في إيران نفسها. الرد غير المباشر عبر حلفاء إيران أيضا هذا يجعل الصراع يأخذ طابعا ضاريا إلى جانب العمليات الاستخباراتية، بمعنى حتى الآن لا توجد أي نتيجة نهائية أو يمكن الاعتماد عليها في هذا الوقت. الكرد في كردستان إيران لا يشكلون طرفا عسكريا رسميا في هذا الصراع الإقليمي، لكن ثمة نقاط هامة يجب أخذها بالحسبان. هناك حزبين مسلحين في إيران، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وتنظيم الكوملا. هذه القوى معارضة للنظام الإيراني، ونشاطها الأساسي هي خارج إيران، إقليم كردستان، العراق. يتعرض أعضاء حزب الديمقراطي الكردستاني في لعمليات قتل، حيث شهد استشهاد بعض من كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان العراق. وجرى أيضا محاولة تحييد كردي للحزب، وهو الاتحاد الوطني الكردستاني المعروف بعلاقاته التاريخية مع إيران، حيث رفضوا وقاموا بتنويه أو بإعلام أو إنذار المساجد بألا يتم غسل جثث هؤلاء الشهداء.
وهذا سبب نقمة واستياء جماهيريا واسع النطاق لدى الكرد. هذا يعني أن ثمة طرف كردي في كردستان العراق وهو ممثل بالاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يعقد علاقاته مع نظام الخميني في إيران، النظام الملالي، ويخشى من غضب إيران إذا لم تتعاون يعني أو عم لم تحكي تضم على حزب الطالباني؟ حزب نعم جلال الطالباني؟ بالضبط، هذا ما أعني، حزب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني. بافل طالباني طبعا هو ليس يعني محنكا أو كأبيه، مثلا أبوه يعتبر سياسيا وكان يستطيع إدارة توازنات في أعقد الظروف، لأن بافل طالباني للأسف سلم دفته لإيران، ونتيجة علاقاته المباشرة أو غير المباشرة مع إيران فإنه يتكتم، يغض الطرف، وأحيانا يعني هذا الحدث اللا أخلاقي الذي قامت به إدارة بافل الطالباني، ومعنى منع المساجد من أن يقوموا بغسل هؤلاء الشهداء الكرد في شرق كردستان ممن استشهدوا على أراضي جنوب كردستان أي كردستان العراق. وهذا مثل كارثة وصدمة أخلاقية تم التنديد بها جماهيريا في غرب كردستان وفي جنوب كردستان وفي كل مكان. نعم طبعا هناك أدلة، لا توجد حتى الآن أدلة موثوقة على تنسيق عسكري مباشر بين الكرد الإيرانيين وإسرائيل أو الولايات المتحدة في إطار حرب مفتوحة، لكن يوجد واقع مختلف. بعض القوى الكردية تستفيد سياسيا وإعلاميا من الضغط على إيران، وكذلك ثمة علاقات غير مباشرة أو قنوات سياسية في الخارج، لكن ليست منظمة بما يكفي. والحركات الاحتجاجية في كردستان إيران لا تزال موجودة، لكنها ليست جبهة حرب، والدولة الإيرانية لا تزال تسيطر أمنيا على المنطقة رغم كل التوترات. إذا لا يوجد دليل علني على غرفة عمليات مشتركة، ولا يوجد تحالف عسكري كردي إسرائيلي أمريكي ضد إيران داخل إيران. وهذا يعني أن العلاقات السياسية لا تزال مشتتة، والملف الكردي يستخدم كجزء من الضغط السياسي على إيران، والاستثمار الإعلامي والسياسي. ثمة استثمار إعلامي بين مختلف الأطراف الإقليمية، ما لم يكن هناك أي ضمانات أمريكية تقدم للكرد بشكل علني فإن الكرد لن ينخرطوا بشكل مباشر بالصراع الإيراني الأمريكي. مثلا في كردستان العراق هناك حضور إيراني قوي كما أسلفت، هناك فصائل كردية معارضة لإيران طبيعيا، وهناك فصيل كردي لا أقول أنه مؤيد لإيران لكنه ليس معارضا لإيران. إذن نرى أن وضع الكرد في كل من سوريا والعراق يعني وضع ليس جيد. إيران موجودة عسكريا، والكرد أيضا متمثلين بقوات سوريا الديمقراطية أيضا في صراع غير مباشر مع النفوذ الإيراني. وهناك في شمال كردستان أي تركيا نشاط محدود لمجموعات كردية معارضة، وهناك أيضا عمليات أمنية متبادلة ما بين الأتراك والإيرانيين ضد الكرد. لا توجد حرب مباشرة بين طرف كردي وإيراني على المستوى الدولي. الكرد الإيرانيون حتى غاية اللحظة ليسوا طرفا في هذه الحرب، ودورهم فقط يمكن أن نحصر دور الكردي حاليا ضمن الحالة السياسية. وأي تنسيق عسكري مباشر يجب أن يتم مع الأمريكان وبصورة واضحة وبوجود ضمانات حقيقية ومكتوبة. نعم. طيب هل هناك مراهنة على الوضع التركي أو أنه لا يفرق؟ يعني سواء تغير الوضع بتركيا، السياسة التركية معادية للأتراك وممكن المعارضة تكون أسوأ من الحكم الحالي.
بالنسبة للوضع التركي، تركيا أعلنت صراحة تأييدها لإيران وتضامنها مع الإيرانيين، وأنها ضد هذه الحرب، ضد هذه الحرب المشنة على إيران، كونها تعلم أنها ستكون مستهدفة بعد أن ينتهي الأمريكان من الملف الإيراني. نعم، بالنسبة للقيادات حزب الديمقراطي الكردستاني، أريد أن أعود إلى هذا الملف. وقعت عمليات الاغتيال من قبل الاستخبارات الإيرانية السافاك، سواء في أوروبا النمسا، بدءا من اغتيال عبد الرحمن قاسملو في النمسا على يد الاستخبارات الإيرانية، ولغاية اليوم يتم استهداف الكوادر على أراضي إقليم كردستان. وهذا التوثيق العام يشير إلى أن تمت عمليات للاستخبارات الأمنية الإيرانية داخل إقليم كردستان، وهناك دور للاتحاد الوطني الكردستاني في غض النظر على ما يحدث في كردستان. هناك أيضا تنسيق أمني في بعض المناطق، وهناك مصالح مشتركة ضد جماعات مسلحة معارضة لإيران. هذه المصالح موجودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وإيران. طبعا لماذا أريد تفسير هذه التبعية؟ هناك توازن نفوذ غير متكافئ. إيران لاعب قوي جدا في شرق كردستان، ويتم تسجيل توترات محلية في بعض المناطق حول إجراءات الدفن، وهناك بعض من التوثيق الذي شهدناه. وإيران تعتبر السليمانية ومحيطها مجال نفوذ مهم. الاتحاد الوطني هو بالنهاية حزب، لكنه ليس ند لإيران، ولكن لا يستطيع أن يعلن صراحة استنكاره أو احتجاجه لما تقوم به إيران لديها. ويحاول دائما هذا الحزب الحفاظ على استقرار مناطقه بعيدا عن تجنب الصدام المباشر. هذا ما كان يفعله حزب الديمقراطي الكردستاني. أيضا كان لديه علاقات مع تركيا، وهذه العلاقات تمنعه من أن يستنكر أو تصرح هذا التدخل التركي أو هذا القصف التركي لإقليم كردستان، وإنما كانت دائما تحاول أن تلوم أو توجه أصابع الاتهام لوجود حزب العمال الكردستاني ومعسكراته في إقليم كردستان. بمعنى أن الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، سواء كان الاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا يمكنه أن يستفز الأطراف التركية أو الإيرانية بأي تصريح، لأنهم دولة، ولأن وجودهم لهم ليسوا مركز قوة وليسوا ندا لتركيا وإيران، وإنما هم يحاولون قدر الإمكان أن يحافظوا على هذا الإقليم المعترف به منذ عقدين وأكثر. الوضع الأحزاب الكردية الإيرانية في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وكوملا هي مقراتهم تقع في إقليم كردستان، وهي تحت ضغط مستمر، وأنشطتهم العسكرية رغم أنها محدودة إلا أن إيران توجه لهم لمقراتهم الضربات بين فترة وأخرى، بين وقت وآخر. الحكومة في إقليم كردستان مجبرة على أن توازن بين علاقاتها الإقليمية مع إيران أو مع تركيا وبين هذه الأحزاب، وأحيانا تقوم بتقييد الأنشطة المسلحة لهذه الجماعات الكردية الإيرانية لتجنب التصعيد مع نظام طهران. نعم. طيب، هل هناك فرق بين سياسة الحزبين الرئيسيين في تركيا، يعني حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب؟ هل هناك فرق؟ يعني إذا خسر أردوغان الانتخابات الرئاسية القادمة،
هل في أمل في تغيير السياسة التركي، محاولة التفاهم مع الأكراد أو الوصول لحل وسط، ولا برأيك ممكن حزب الشعب يكون أسوأ من حزب العدالة والتنمية؟ هو الكرد جربوا الاثنين معا، جربوا الاثنين، وكل طرف تركي عندما يحاول أن يفوز بالانتخابات فإنه يعلم أنه ما لم يخرج أعتى خطاب عنصري تركي فإنه لن يفوز، فإن حظوظه في الفوز بالانتخابات ستكون يعني قليلة. وبالتالي هم يعلمون أيضا أن الكرد كمكون في تركيا هو بيضة القبان ما لم يتم استمالة الكرد وإطلاق الوعود الإيجابية لهم، فإنهم لن يستطيعوا النجاح في الانتخابات. الحزب العدالة والتنمية AKP هو حزب محافظ وقومي إسلامي، وحكم تركيا منذ 2002. في البداية فتح مسار حل كردي في 2009 لغاية 2015، وأجرى مفاوضات غير مباشرة مع حزب العمال الكردستاني، لكنه بعد 2015 بعد أن تمكن، لأن كون الإسلاميين بطبيعة الحال لديهم هذا المنهج، منهج التمكين، بعد أن تمكنوا في المفاوضات، بعد أن تمكنوا تحولوا إلى سياسة أمنية صارمة جدا ضد حزب العمال الكردستاني، وتحالفوا مع القوميين مع حزب مهبة بهجة بخشلي. والخلاصة هو أنه حزب براغماتي يميل للأمن أكثر من السياسة عندما يتوتر الوضع. بينما حزب الشعب الجمهوري وهو حزب مصطفى كمال أتاتورك هو تيار علماني قومي تقليدي، ويعتبر مؤسسا للدولة التركية الحديثة، وحساس جدا لمسألة وحدة الدولة، ومتحفظ بآن معا تجاه أي صيغة حكم لا مركزي. لكنه في السنوات الأخيرة 2018 بدأ يفتح خطابا أقل حدة تجاه الأكراد، بدأ يعتمد على الأصوات الكردية وضرورة كسبها في المدن الكبرى، وهو أكثر ليبرالية اجتماعيا، لكنه أيضا أكثر تحفظا مؤسساتيا فيما يخص الكرد والقضية الكردية. حزب الشعب الجمهوري، أي بمعنى حزب مصطفى كمال أتاتورك، هو أصل البلاء، أصل انغلاق تركيا وانغلاق الشعب التركي وانغلاق القوميين، هم أصل المشكلة. لكن وهم الآن في هذه الفترة بطبيعة الحال هذا الحزب يرفض أي لا مركزية سياسية واسعة، بينما حزب العدالة والتنمية يبرهن أو يجسد أنه قابل لأن يتم التفاوض معه. أيضا هذا الحزب يعتبر بكك تهديد ولا يقبل أي صيغة حكم ذاتي سياسي، وجهب أيضا في نفس العملية، ربما هو أقل اعتمادا على الخطاب الأمني الصرف، بمعنى أنه ليس شعبويا على غرار حزب AKP حزب العدالة والتنمية، وحساس جدا من ناحية الدولة، وهو أيضا يصر دائما على أي تغيير، على عدم حدوث أي تغيير دستوري في الدولة التركية. وما يريده الكرد فعلا هو الاستقرار الدستوري بحق الشعب الكردي في الحياة، في المواطنة، في تعلم اللغة، في أن تكون له حقوقه متساوية بشكل كامل مع حقوق الأتراك، ألا ينظر إليهم على أنهم أتراك، أن ينظر عليهم على أنهم كرد. والنتيجة الصريحة، أريد أن أكون لك صريح، لا فرق بين AKP وجهب، وهما وجهان لحذاء واحد، لا يقبلان أي حق للكرد، وهناك فرق فقط في الشكل، في الأسلوب وليس الجوهر. هلا الآن السؤال الذي يطرق البال، في حال خسر أردوغان هل يتغير شيء فعليا؟ نعم، لكن يتغير تغير محدود للغاية. يمكن أن يتم تخفيف غلواء الخطاب الأمني ضد الأكراد، وربما
يتم إعطاء بعض الحقوق الثقافية للكرد في البلديات والإدارة المحلية، وربما نشهد انفتاحا سياسيا جزئيا على الأحزاب الكردية الشرعية. نعم، لكن ما لن يتغير، هم حتى الآن يطلقون على عملية السلام بين الأتراك والترك على أنها عملية تركيا بلا إرهاب، يعني بمعنى أنهم حتى الآن يرفضون اعتبار الطرف الكردي اعتباره ندا، يعني يعتبرون موضوع الكرد موضوع أمني بحت. حتى الآن يرفضون التنازل، أو لدي هذا التعالي القومي لا يريدون أن يخلعوه عن ماهيتها. جهبة قد يكون أسوأ للأكراد. بالنسبة لي أنا أعلم أن جهبة هي التي دشنت أساس الخطاب القومي العنصري، هو أساس جذر المشكلة هو حزب الشعب الجمهوري. نعم. هذا الحزب لا يوجد لديه مرونة سياسية، ولا يجرؤ على الخروج من قوقعته المتمثلة بالاعتراف السياسي بالهوية الكردية كقوة سياسية مستقلة. وأيضا هو يعتمد بطبيعة الحال على الخطاب الأمني الحاد من أجل كسب الانتخابات من الشارع التركي، ويتحدث بشكل عام عن الحريات العامة ومحاولة تقليل التوتر السياسي في المدن. العامل الحاسم الحقيقي الأهم من الحزب، حتى لو تغير الحزب الحاكم فلا يمكن تغيير عقيدة الجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك التحالفات القومية داخل البرلمان. القوميين، هناك أحزاب قومية تتنافس على غلوائها بين بعضها البعض، تتحالف حين يبلغ أحدها السلطة، يقومون بعقد تحالف من أجل التأكيد على عنصرية الدولة، وعلى اعتبار العنصرية هي عقيدة دينية سلطوية للأتراك بشكل عام، سواء شعبيا أو حكوميا. وهذا طبعا لن يعني سواء إن فاز حزب الشعب الجمهوري أو فاز أردوغان، هذا لن يؤثر على واقع وضع السوري بشكل إيجابي، والضغط الإقليمي سنشهده بكل الأحوال. إذن يعني خلاصة الواقع الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لا يوجد اختلاف جذري بين الحزبين، ولا أعتقد أن ثمة أمل أو إيجابي في أن نشهد تركيا جديدة ديمقراطية، أو نشهد انفتاح حقيقي على الكرد وحقوقهم المشروعة. طيب، وما مدى الادعاءات التي تقول أن قسد هي ابنة حزب العمال الكردستاني، وأنه لا فرق بين حزب العمال الكردستاني وقسد، وأن حزب العمال الكردستاني هو الذي يسيطر على قسد، وكلا الادعاءات، شو مدى العلاقة بين التنظيمين بصراحة؟ حاليا إذا أردت أن أجيبك بشكل سياسي، يفترض أن حزب العمال الكردستاني أعلن عن حل نفسه بشكل رسمي وأمام الكاميرات وعلى الملأ، وفعل ما يتوجب فعله، وحتى لم يعد ثمة كوادر لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا، كلها تم مظبوط، بس الباك جراوند، وتم اغتيال بعضها وتم قتل بعضها. يعني لم يعد هناك حزب عمال كردستاني بالشكل الذي كانت تركيا تتخذه ذريعة للهيمنة على سوريا. طبعا أريد أن أعود بك إلى التاريخ. تنظيم PKK تأسس عام 1978 وصنف برغبة تركية كمنظمة إرهابية، وأرادت أيضا تركيا أن يتم نعت YPG وقوات سوريا الديمقراطية كامتداد لحزب العمال الكردستاني. بطبيعة الحال لا يمكن إنكار أن لحزب العمال الكردستاني دورا في الحرب ضد داعش، سواء في كردستان العراق أو في سوريا في غرب كردستان. كل هذا الفكر التنظيمي، كل هذا التجييش، كل هذا
كل هذه الهيكلية الإدارة الذاتية أو لقوات سوريا الديمقراطية هي من مخرجات فكر عبد الله أوجلان مؤسس هذا الحزب. العلاقة الفعلية بين بكك ويبقى هي علاقة إيديولوجية، هي علاقة إيديولوجية، وكلا الطرفين يتبنيان فكرة عبد الله أوجلان، وهي نفس المدرسة السياسية العقائدية كما أسلفت. طبعا هناك تقارير متعددة تشير إلى وجود كوادر سابقة من بكك داخل يبقى، خصوصا في البدايات. طبعا أنا أيضا أعلم أن هناك أنه كان ثمة كوادر من كردستان الشمال داخل سوريا، وهم الذين أشرفوا بشكل كبير، كان لهم دور كبير في المعارك ضد داعش وضد جبهة النصرة حاليا أصبحت السلطة في دمشق. وكانت هؤلاء القوات كوادر تتمتع بخبرات عسكرية تم تقديمها ليبقى في كوباني وفي مختلف الجبهات. هذا الدور أنا أعتبره إيجابيا ولم يكن سلبيا، كان قدموا نموذج. لا أقول أن هذا النموذج كان إيجابيا 100%. بالنهاية أعتبر أن الحزب العمال الكردستاني هو كباقي الأحزاب التي ظهرت في نهايات القرن العشرين، التي تميزت بشموليتها، بفكرها الشمولي والشعبوي في آن معا، لكنها منسجمة مع حالة الوعي في لدى شعوب المنطقة. الشعب الكردي جزء من شعوب المنطقة. يعني ما لم يكن هناك خطاب شعبوي أو خطاب شمولي أو خطاب يستمد من أدوات النظرية الثيوقراطية الكثير، لأنه ليس بالمجال أو بالإمكان فهم سيكولوجية هذه الجماهير، أنها تحتاج بالفعل هذا النمط من الخطاب، والخطاب النخبوي لا يمكن أن يجعلها تنقاد إليه بسهولة. يعني دائما الأحزاب هي واجهة الوعي، كما قال وينستون تشرشل: كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها. لا يوجد إعلان رسمي طبعا أنهم جميعهم امتداد لحزب العمال الكردستاني، لكن تركيا تعتبرهم نفس التنظيم، والولايات المتحدة تميز بينهما رسميا. بالنسبة للمواقف الدولية، كل المواقف الدولية أجمعت على أن قوات سوريا الديمقراطية ويبقى هي لا علاقة لها بحزب العمال الكردستاني، ورغم أن هناك ارتباط إيديولوجي لا يمكن إنكاره وارتباط شعبي. فينا نقول انه في ارتباط شعبي، انه بشكل عام الكرد او الشعب الكردي متعاطف مع حزب العمال الكردستاني، كونه حزب العمال الكردستاني كان هو الجهة تقريبا المعارضة الوحيدة للفاشية التركية. أنا ما عم أبرر كيف تمت هالمعارضة وشو صار وشو ما صار، مو شغلتي، بس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بشكل خاص كشخصية يعتبر بطل قومي للأكراد. يعني أنا هيك بفهمها، يعني إنه هو اللي وقف بوش تركيا ووقف بوش المشروع التركي الفاشي، اللي هو مشروع فاشي بكل معنى الكلمة. فهل هناك تعاطف بشكل عام مع حزب العمال الكردستاني؟ يعني هلا إذا أنا قعدت مع أي كردي، إذا جبت 100 واحد كردي قلت لهم مين بيحبوا عبد الله أوجلان، كم واحد بيرفع ايده؟ والله بالنسبة للوضع الكردي وللولاءات، في تنافس واضح على مستوى الأجزاء الأربعة. تنافس بين التيار البارزاني والتيار القومي الكلاسيكي، والتيار اللي تغير. حزب العمال الكردستاني ما بقى هذا الحزب القومي، خاصة بعد اعتقال عبد الله أوجلان 1999. تغير
نهج هذا الحزب 180 درجة. يعني هذا الحزب هلا صار حزب دون كيشوتي، لا يعلم لا يرى، يعني ما بيعرف شو بده. يعني هلا صار هذا الحزب نسخة عن الشيوعية، نسخة محدثة عن الشيوعية. يعني صار يحكي عن أخوة الشعوب والديمقراطية، ويحكي أمور خاصة بعد مع مرحلة الأسر. لم يعد عبد الله أوجلان هذا القائد القومي ما قبل اعتقاله. بعد الاعتقال تغيرت استراتيجية الحزب. استراتيجية الحزب كانت مبدأها حرية واستقلال كردستان. في فترة تأسيسها رفعت هذا الشعار، وعلى أمل أنه كان في شيء قبل الاتحاد السوفيتي، قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كان في شيء اسمه حركات التحرر الوطني ودعم السوفيت لحركات التحرر الوطني. كان على هذا الأساس حزب العمال الكردستاني تبنى استراتيجية يسارية قومية متشددة، وكان حزب العمال الكردستاني يتعاطى مع الموضوع على طريق هتلر، يعني تنظر إلى الأحزاب الكردية الأخرى على أنها خطر وينبغي أن تحل أو تزال. قام بعدة تصفيات لكثير من كوادر الأحزاب الكردية الأخرى، سواء في شمال كردستان أو حتى في غرب كردستان، في كل مكان. يعني كان يعني لديه سياسة ستالينية ضد الأحزاب الأخرى. فبعد 99 تغير لهجة الحزب بشكل كامل، صار يطالب فقط الديمقراطية لتركيا أو لسوريا، يعني بشكل غير واضح. ديمقراطية وكان قبلها شعاره حرية واستقلال كردستان. فهذا شكل صدمة بين أنصاره بالأمس. بالضبط، أنصار الأمس قسم كبير منهم ترك الحزب، قسم تعرض للتصفية كمان أو الملاحقة السياسية. ولكن يعني خاصة بعد فشل مشروع أخوة الشعوب بالأحداث الأخيرة على جبهة دير حافر، كثير من الكرد قالوا نحن دفعنا دماءنا في الرقة وفي منبج، وهدول أهل الرقة ومنبج باعونا، قتلونا، قتلوا فينا بالآلاف في دير حافر. فالكثير من أنصار هذا الحزب وخاصة معارضيه كمان، اللي منه المؤيدين لحزب الديمقراطية الكردستاني البارزاني، لقوها فرصة سانحة لأنه يتعشوا بهذا الحزب. يعني بمعنى أنه يبرهنوا أنه نحن أفضل، نحن ياما نبهناهم أنه موضوع أخوة الشعوب موضوع كذب، ما بينفع، ما بينفع هذا الكلام في مجتمعات تشبعت بالظلم. بعث أفسد هذا المجتمع، خلاه مجتمع يعني لا يؤمن بشيء اسمه أخوة شعوب. يعني أخوة شعوب مع الذئاب صعب أنه تجي تقول مع هدول اللي عم يصفقوا للجولاني نحن أخوة. فبعد مع أحداث الأخيرة صارت في صدمة كبيرة، وأنا أستطيع أن أقول أن الحزب فقد تأثيره على الجماهير نتيجة تمسكه بخطاب غلامي غير واضح بعيد عن الفكر القومي. والكرد اكتشفوا أنه موضوع أخوة الشعوب، موضوع الأمة الديمقراطية طلع كله كلام، كله وهم، أنه هذا الشيء غير قابل أنه يتحقق في ظل مجتمعات ذئبية، مجتمعات لا تمتلك الفباء التعايش، وحوش ضارية عبارة عن شراذم مثل ما وصفها توم براك لعين الوالدين. وصفها وصف كان إلى حد ما موضوعي يليق بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط يعني عبارة عن قبائل، وعبارة عن قطعان ماشية، عبارة عن شراذم ويعني شلل. هذا الشرق لا فيك تعتبره قومي، لا فيك تعتبره طائفي، فيك تعتبره كل شيء عدا انه يفكر بفكر المواطنه او فكر الدوله. ما عندهم اساس دولتي، اساس قبائلي عشائري قائم على الولاء للاقوى، خاصه عشائر البدو والشوايه هم دائما مع الاقوى، وهم اسهل
أن يبدلوا ولاءاتهم. يعني مع هؤلاء الطغمة ومع هؤلاء الشراذم كيف يمكن أن تتعامل؟ كيف يمكن أن تتعايش؟ كيف يمكن تطبيق أخوة الشعوب؟ يعني الكثير من المآخذ والانتقادات الشعبية بدأت قالت إذا لم تستطع أن تحقق أخوة بين الكرد نفسهم، كيف يمكن أن تقوم وتدعو إلى أخوة شعوب وأنت أساسا غير قادر وغير قادر على أن تكون أخ لأخيك الكردي في نفس العرق. يعني حزب كحزب العمال الكردستاني قائم على معارضة الأحزاب الأخرى بالعنف والقوة بوسائل ستالينية، كيف يمكنه أن يحقق مشروع أخوة الشعوب؟ أو وهو رافض لأخوة الكرد مثلا، ورافض للأحزاب التي على غير مساره. يعني الكثير من التساؤلات راحت تطفو على السطح، على ذهنية الإنسان الكردي. أين تتجه سفينتنا؟ مشروع أخوة الشعوب فشل على غرار المشروع الشيوعي الأممي، أيضا فشل. بالنهاية تفكك الاتحاد السوفيتي وكل شعب حصل على دولته وقال السلام عليكم. طبيعي إذا كان هذا الاتحاد السوفيتي القائم على مدار كم سنة؟ 70 سنة. 70 بلس 70 شوي 70 سنة وما قدر يعملها شيء منها أهدافه، لا ديكتاتورية البروليتاريا ولا تطبيق ولا الطبقة العاملة، كله بالنهاية صارت عبارة عن ديكتاتوريات قاعدة على نفس الشعب. لا يعني لم تحقق شيء من ما كانت تدعو إليه نظريا. فكيف سينجح مشروع حزب العمال الكردستاني وهو بالأساس رافض للشراكة ورافض لوجود أحزاب أخرى تعمل أيضا؟ يعني طيب حلو هذا الحكي. هلا أنت في الآونة الأخيرة من مشاكل طيب. ومن جرائم وفظائع ارتكبت بحقه، وتبين أن مشروع أخوة الشعوب هو مشروع فاشل حلو. كما فشل الاتحاد السوفيتي وفشل الشيوعيون في تحقيق ربع ما كانوا يدعون إليه. حلو هذا الكلام. إذن لماذا تركيا تصر على التفاوض مع عبد الله أوجلان وكأنه يمثل الكرد؟ هل هي لعبة سياسية، بمعنى أنه هذا الزلمة هو غصب عنكم بمثلكم وبالتالي أنتم كلكم مثله؟ هل هي من هالمنطق؟ لشو هالتضخيم لنفوذ عبد الله أوجلان، واللي منعكس على وضع قسد عمليا؟ يعني تركيا بتقول لك قسد هي PKK، يعني بتقول لك هي نفسه، هي حزب إرهابي، هي منظمة إرهابية. وهذا الكلام مو بس من الأتراك، سمعانه أنا من معارضين سوريين ويعتبروا حياديين، لأنه صار في صورة نمطية إنه أي كردي مقاتل عم يدافع عن حقه صار من جماعة عبد الله أوجلان. يعني هاي مشكلة. يعني أنا هلا معناتها بناء على كلامك اللي هو كلام منطقي، هلا أنت عم توضح لي أمور أنا ما كنت فهمانها يعني. بس معناتها من صالح تركيا اليوم لحتى تضغط على كل الأكراد يمكن بكل العالم إنه تقول لهم هذا هو الزعيم تبعكم، بالوقت اللي الأكراد المفروض يتبروا منه، وإنه هذا الزلمة لا بيخصنا، ونحن جماعة لا منآمن بهالأفكار. ومثل ما قلت هو إساعته على الطريقة الستالينية، يعني هو ستاليني طبعا. نعم، هو تركيا كانت تغض النظر على تصفية حزب العمال الكردستاني الأحزاب الكردية الأخرى، وكانت تستفيد من هذا الشيء على نحو ما حتى يكون فقط هناك محاور واحد على مقاسية، وهو حزب العمال الكردستاني، على مبدأ عدو تعرفه خير من عدو تتعرف عليه. شو بدي من هذوليك الأحزاب؟ هذوليك الأحزاب كمان بالنسبة لي عدوة، وبالنسبة لحزب العمال الكردستاني الأحزاب الصغيرة والأحزاب الثانية اللي تأسست قبلها واللي كانت تمتاز بالعراقة قبلها وكان لها نضالات كمان بالنسبة لها خطر. إذا القاسم المشترك بين حزب العمال الكردستاني وتركيا أنها كانت ترى في الأحزاب الأخرى خطر عليها. لهذا مهدت تركيا المجال لحزب العمال الكردستاني أن يتفرد
يتفرد كطرف وحيد كردي حزبيا، وبالتالي وفرت على تركيا أن تشعر بالقلق من وجود غير حزب العمال الكردستاني تناهضها. وهكذا بقي حزب العمال الكردستاني كحزب وحيد لا منازع له، لا شريك له في شمال كردستان. وبالتالي فرض نظام حافظ الأسد على غرار ما فعله الأتراك بأنها مهدت الطريق وغضت النظر على أنشطة حزب العمال الكردستاني في سوريا، بمعنى أنها قمعت من خلال حزب العمال الكردستاني بقية أحزاب التي تعرف بالحركة السياسية الكردية في غرب كردستان. بمعنى هذين النظامين، نظام حافظ الأسد والأنظمة التركية المتعاقبة بعد تأسيس هذا الحزب، حزب العمال الكردستاني، ولغاية هذه اللحظة نجح كلا النظامين بأن يبقى حزب العمال الكردستاني الحزب الوحيد في شمال كردستان وغرب كردستان، أي سوريا وتركيا. وبالتالي فتركيا تتعاطى مع الكرد، مع كردها وكرد سوريا بمسطرة واحدة، أنه ثمة مفاوض وحيد كردي وهو حزب العمال الكردستاني. لكنه ما بعد عام 1999 هذا الحزب تم اعتقال زعيمه، وهذا الزعيم موجود في السجن بأكثر من 25 عام، وهو العدو الذي تعرفه تركيا جيدا بعد أن حيدت العدو المتمثل ببقية الأحزاب الأخرى بيد هذا الحزب الكردي الستاليني. هنا تركيا تعرف مع من تتفاوض، مع عدو خبرته جيدا، تعرف طريقته، تعرف أسلوبه. هذا العدو متمثلا بقائده تم ترويضه وفقا للمقاس التركي، بمعنى أنه تم التخلي عن هذه الاستراتيجية التي على أساسها تم تجيش الشارع الكردي والتف حول الحزب بالآلاف، وهي استراتيجية حرية واستقلال كردستان، إلى استراتيجية غير واضحة المعالم وهي الديمقراطية لتركيا. ما معنى الديمقراطية لتركيا؟ معناها هي منح بعض الحقوق الثقافية والبلديات وفقط، والاكتفاء بهذا الشيء، وكأن ما أغرق من دم على مدار 40 سنة كان من أجل فقط أن نتحدث بالكردية في الشارع أو في المدارس. للأسف هذه هي الصورة الحقيقية لوضع الكرد سواء في شمال كردستان أو في غرب كردستان. ما تسعى إليه تركيا هو القضاء المبرم على أي نهضة كردية سواء في شمال كردستان أو في غرب كردستان من خلال طرف تدعي عداءها الحاد معه. نعم، هذا الطرف كلفها اقتصاديا، لكنها هي وراء أن يبقى حزب العمال الكردستاني هو الحزب الوحيد على الساحة السورية والتركية. هذا واحد. الأمر الآخر، غياب منافس للحزب العمال الكردستاني هي مصلحة تركية بامتياز. بالضبط. نعم، تركيا تعتمد منذ سنوات على ربط قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني بشكل كامل. الهدف كما قلت تحويل كل الفاعلين الكرد المسلحين إلى كيان واحد، وبذلك هذا يحقق لها شرعنة للوصاية على سوريا بكافة مكوناتها وكسب الدعم الداخلي والخارجي عبر خطاب مكافحة الإرهاب، وهذه ورقة انتخابية رابحة في تركيا. نعم. طيب ريبر، نحن صلنا ساعة، طبعا الحديث لا ينتهي، يعني الحديث طويل وشكرا كثير للتوضيح، يعني في أمور كثير توضحت اليوم، ونحن لازم دائما يعني نلتقي، يعني كل أسبوعين 3-4 ماكسيموم المفروض يعني نلتقي نشوف كيف عم تتطور الأوضاع. وأكيد هلا الشباب طبعا معظمهم المهتمين بالشأن الكردي
اذا بنضل نحن يعني اب تو ديت مثل ما بقولوا، المفروض انه يصير في عندنا مستمعين اكثر، يعني لانه في شغلات كثير. يعني هلا انت يعني انا هذا الفيديو هلا راح ابعته لاخي على سبيل المثال، لانه هلا انا في شغلات متاكد انه اخي مثلا فهمان في شغلات كثير فهمانها غلط. يعني في امور لازم دائما تتوضح. يعني انا مثلا هلا حتى في الشباب هون عم يعلقوا يعني انه ممكن يكونوا 10% مثلا لساتهم مفكرين انه عبد الله اوجلان هو المسيح المنتظر. بس انا بصراحه كنت متوقعك تقول شيء 30% او 40%. يعني عارف شو انا هيك، لان انا هيك مغسول دماغي. يعني انا واحد من الناس اللي عم بسمع وشوف الاخبار وكذا، وليش ما هذا ليش متخنين ولا هذا يعني ليش متخنين ونافخين وحاطين فيه منفخ ونازلين فيه نفخ. هذا اللي صاير معناتها طبعا لامر في نفس يعقوب، لانه واضح انه هذا الشيء هو بيناسب تركيا، انه هذا المصنف ارهابيا هو بيمثل كل الاكراد، وكل الاكراد مثله لعبد الله اوجلان. على كل نحن سنلتقي مره اخرى. اوكي، لابد نحن انه بنضل نعمل نظام حلقات مثلا بتوصل لهي النقطة، مشان من نهاية هذا الفيديو نبدأ بالحلقة الثانية، حتى بالضبط. سلسلة الأفكار، حتى يكون الجمهور يكون عنده تراتبية. إنه بالضبط. لا انا بالضبط. معك 100%. هذا امر ضروري. يعني الشأن الكردي شأن معقد جدا. يعني صعب على اي مواطن سوري مثل حكايتي انه يفهم ببساطه. وانا خصوصا يعني انا مثلا انا مثلا من حمص، فبشكل عام الاكراد كثير قلال بحمص. وينك وين لتشوف واحد كردي مثلا؟ يعني ما في حاره للاكراد بحمص، مو مثل مثلا حلب ولا دمشق. يعني فنحن علاقاتنا محدوده جدا، اللي كنا نسمعه من هالناس. وطبعا نحن كنا غرقانين ببحر من القوميين واليساريين والقوميين السوريين، ويعني لا تقرف يعني مثل ما بقولوا. عرفت شو؟ والكل ضد الاكراد، الكل يجتمع، الكل كانوا مجتمعين انهم ضد الاكراد بلا نقاش. يعني على كل انا بتشكرك كثير ريدار، شكرا كثير لك. تسلم صديقي. نلتقي قريبا. يعني نلتقي قريبا. انا بشوف بظبط اموري. انت صار عندك فكره عن وضعي. لا صح. حكيت لك شويه اسرار عني، يعني صرت تعرف كيف اموري ماشي. فسنلتقي مره اخرى اكيد. يعني راح نضل غالبا راح يكون يوم الاثنين بشكل يعني هو يوم ممكن الاثنين هو الاكثر احتمالا بالنسبه لي. يعني ممكن التنين القادم، مشان احضر حالي التنين القادم تخبرني على كل بوقت. لنشوف ويل سي. يعني اذا مو التنين القادم التنين اللي بعده، ولا شوف انا كيف. هلا انا ببين معي بنهايه الاسبوع شد مشغول. يعني عرفت كيف؟ ببين معي اذا في عندي يوم اوف او لا. يعني اوكي عزيزي. اورايت، سنلتقي. اورايت، شكرا. باي باي. باي باي. باي باي.